غرفة الحوار الإسلامي المسيحي مسلم كريستيان دايلوج تقدم الو 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 سلام ونعمه. سعادة قصة توني، نعمة اهلا وسهلا بيك. سعادة قصة توني معايا. حبيبي اهلا وسهلا. اهلا بيك، الرب يباركك. معاك ابو مريم من امريكا. سعادة قصة توني، اهلا وسهلا بمريم. اهلا وسهلا بيك، الرب يباركك ويبارك تعب محبتك. حضرتك كان في بس الله يعني يخليك. متشكرين يا فندم، متشكرين. يعني كان في كنا عاوزين ناخد بركه واستفسار بسيط يعني بالنسبه للموضوع. عمر حبيبي. ما يؤمرك ظالم. انا الاول بشكرك على ادبك وسعه صدرك يعني. حضرتك ما تعلم ان موضوع القيامه هي الحجر الاساسي للعقيده المسيحيه، كما يقول الرسول بولس: وان لم يكن المسيح قد قام فباطله كرازتنا وباطل ايضا ايمانكم. كما يقول كمان الرسول بولس: وان لم يكن المسيح قد قام فباطل ايمانكم انتم بعد في خطاياكم. السؤال لحضرتك ساعه قصه توني، هل في دليل على قيامه يسوع خارج الكتاب المقدس؟ يعني الايمان المسيحي قائم على ان يسوع قام. طبعا حضرتك ما تعلم تاريخيا، نعم. حضرتك ما تعلم تاريخيا الكل بيتفق ان في شخص تم القبض عليه، ان هذا الشخص تمت محاكمته، ان هذا الشخص تم صلبه. الكل بيتفق عليه حتى اللي بيخالف العقيده المسيحيه. لكن الشاهد هنا، هل هذا الشخص نعم هل هذا الشخص قام من الموت؟ هل في دليل تاريخي؟ انت شو تقول؟ نعم يا فندم. انت شو تقول؟ طيب ممتاز. أنا بسأل حضرتك الآن، هل هناك دليل خارج الكتاب المقدس على قيامة يسوع؟ طبعا حضرتك كما تعلم في مؤرخين. يعني هو اللي موجود بالكتاب المقدس انه قام في اليوم الثالث كما ما مدون في الكتب، صح لا؟ ثواني بس حضرتك، خليك معايا دقيقة واحدة لو تكرمت، الرب يباركك. أنا بسأل حضرتك سؤال الأول خارج الكتاب المقدس. كما تعلم حضرتك في مؤرخين أرخوا للقرن الأول، على سبيل المثال يوسفس اليهودي اللي أرخ 75 سنة من القرن الأول، لم يذكر قيامة المصلوب. لم يذكر قيامة المصلوب أبدا. بالإضافة حضرتك القنصل الروماني اللي في فترة وجود يسوع كان اسمه بوليوبوس بطرونياس، لم يذكر قيامة المصلوب، ولا موجود في أرشيف الدولة الرومانية إن هذا المصلوب قام من الموت. بالإضافة أنا ممكن أديك 10 أسماء لمؤرخين في القرن الأول لم يذكر فيهم أي شخص إن المصلوب قام من الموت. إذا تاريخيا الموضوع ده غير مثبت تاريخيا. حضرتك بتقول موجود في الكتاب، ممتاز. السؤال الآن حضرتك يا سعادة القس سيدوني، العملية مش كده. العملية إيه؟ نعم الكتاب بيقول لك وقام في اليوم الثالث، ويسوع كمان تنبأ أنه قام في اليوم الثالث، صح؟ نعم صح. لكن ما موجود في الكتاب المقدس، ما مدون في الكتاب المقدس. ثواني حضرتك، أنا أقصد في الكتاب المقدس هل هناك شاهد عيان على قيامة المصلوب؟ شاهد عيان، اي ويتنس، شخص رأى بعينه ان الشخص كان ميت وقام من الموت. هل في؟ اتفضل اديني الشاهد، فين الكلام ده؟ تاني سؤال. شو دور الحراس؟ شو دور الحراس؟ طب ممتاز. هل حد من الحراس قال انا شو دور الحراس؟ يا فندم اسمعني لو تكرمت، السؤال مش هو قام من الموت، السؤال هو هل هناك شاهد عيان لقيامة المصلوب، ليس ان هو قام. شاهد عيان. انا عشان تقدر تستوعب الموضوع ده انا هقول لك الكتاب المقدس قائم كله على فكره رئيسيه. ايه الفكره الرئيسيه؟ الفكره دي ان لا يستطيع واحد يشهد على شهاده في شيء معين، لابد يكون اكثر من واحد. فين الكلام ده؟ انجيل يوحنا مثلا على سبيل المثال
الإصحاح 8 العدد 13. فقال له الفارسيون أنت تشهد لنفسك شهادة ليست حق. وأيضا فرد عليه يسوع في العدد 17 وهو ده الشاهد. وأيضا في ناموسكم مكتوب إن شهادة رجلين حق. فين الكلام ده كنت في الناموس؟ وده الدليل، دي الأساس. الناموس بيقول في التثنية 19-15 لا يقوم شاهد واحد على إنسان في ذنب ما أو خطية من جميع خطايا التي يكتبها على فم شاهدين أو على فم 3 شهود يقوم كل أمر. على فم شاهدين أو على فم 3 شهود يقوم كل أمر. نفس الكلام كرره بولس في رسالته الثانية لكورنثوس الإصحاح 13:1 على فم شاهدين و3 تقوم كل كلمة. ممتاز. إذا حضرتك الآن بتتكلم على القيامة، الكتاب المقدس بيقول على فم شاهدين أو 3 تقوم كل كلمة. مين الشاهد للقيامة؟ مين الشاهد؟ اتفضل، من هو الشاهد؟ أيوة، من هو الشاهد للقيامة؟ نعم؟ من أول كان أول ما كان اللي أنا أعرفه اللي ما مدون في الكتاب المقدس. أول شيء من ضمنهم مكان أبو الحراس. ثانيا مريم المجدلية. يا فندم أنت بتجاوب سؤال تاني. مريم المجدلية أساسا لم ترى قام من الموت. مريم المجدلية عندما ذهبت إلى القبر وجدته مفتوح، وجدوا الأكفان بدون الجسد. إيه مفتوح؟ ممتاز. كشاهد أنت كشاهد يعني مش كده. الشاهد شاهد عيان. القبر كان مفتوح. يا سعادة القس توني اسمعني، يا رب يباركك ويبارك تعب محبتك. يا سعادة القس توني السؤال واضح محدد. من رأى قيامة يسوع؟ شاهد عيان، شاهد للقيامة. مش الناس سمعت وقام، مش الناس سمعت وقام من الموت. شاهد ما فيش شاهد حضرتك. انت ابحث الكتاب المقدس كله 27 سفر ما في شاهد عيان. عندما ذهبت مريم المجدلية لم تجد. نعم. بس احب ان اذكر، انا قلت لك انه هم الشاهد الاساسي هم الحراس. اما اي شاهد اخر ماكو، اي شاهد اخر ماكو. يا سعاده القس توني حراس مين يا سعاده القس توني؟ ما فيش نص بيقول لك الحراس رأوا قائم من الموت. اعطيني الرقم، انا معاك الكتاب المقدس. فين نص بيقول ان الحراس رأوا الجثه قام من الموت؟ ما فيش نص بيقول كده، ما في نص بيقول كده. حتى مريم المجدلية عندما ذهبت إلى القبر ماذا قال الملائكة؟ الملائكة قال لماذا تبحثين عن الحي ما بين الأموات، مش المقيم من الموت. معنى الكلام ده هو ما ماتش أساسا. حي يعني حي، مش قائم من الموت. وبعدين مريم المجدلية أساسا لو ترجع لإنجيل يوحنا اعتقدت إن هو البستاني، فقال لا تلمسيني بعد لأني لم أصعد إلى أبي وأبيكم. ما رأيته قائم من الموت. ما في نص بيقول ان رأت المصلوب قام. ما فيش شاهد، ولا موجود شاهد تاريخيا، ولا موجود شاهد في الكتاب المقدس ان شخص رأى رؤية العيان قيامة المصلوب. وده اساسا ده بيدمر العقيدة. لان وان لم يكن يسوع قد قام فباطلة كرازتنا وباطل ايضا ايمانكم. ليس هناك شاهد على قيامة المصلوب. صح. ساعات القس توني انا لو سالت حضرتك دلوقتي في عندنا روايه الصلب والقيامه في 4 اناجيل. لماذا هذه الروايه تختلف في كل انجيل؟ اتفضل. احنا عندنا 4 روايات. استاذ العزيز، العفو استاذ العزيز. نعم. اذا تسمح لي انطيني وقت نعم. بتقول حضرتك انطيني وقت حضرها. طيب انا بسالك سؤال تاني خالص دلوقتي. لماذا روايه الصلب والقيامه تختلف في ال4 اناجيل؟ كل انجيل بيقول روايه مختلفه. اديك على سبيل المثال متى كان صلب يسوع؟ ارجع على حسب انجيل مرقس الاصحاح 15 25 الصلب كان الساعه 3. ارجع لانجيل يوحنا، انجيل يوحنا 19 14 وكان نحو الساعه 6 ولم يصلب بعد. ادي مثال اخر. السادسة صباحا.
السادسة صباحا. شوف حضرتك، لا، السادسة صباحا. الكتاب المقدس لا يقول صباحا أو مساء. الكتاب بيقول إن مرقس 15:25 وكان الساعة الثالثة فصلبوه. إنجيل يوحنا كان موجود عند بيلاطس إلى الساعة السادسة. كيف يكون في مكانين في وقت واحد؟ هو على الصليب الساعة 3 وموجود لحد الساعة 6 عند بيلاطس. طيب، من الذي نعم، من الذي حمل الصليب؟ عندك روايتين حسب الإنجيل اللي بتقرأه. إنجيل متى الذي حمل الصليب يسوع، فين الكلام ده؟ متى 27:32. من الذي شنو؟ من الذي شنو؟ من الذي حمل الصليب؟ من الذي حمل الصليب؟ حسب إنجيل متى 27:32 الذي حمل الصليب هو يسوع. يخالف هذا الكلام إنجيل يوحنا الإصحاح 19 العدد 17 الذي حمل الصليب سمعان القيرواني. كيف نصدق اللي ما ينفعش؟ ما هو لا أبيض لا أسود، ما ينفعش الاثنين صح، لا إما واحد غلط لا إما الاثنين غلط. هل يسوع شرب ولا ما شربش؟ وماذا شرب؟ بتختلف في الأناجيل. إنجيل متى 15:23 أعطوه خمر. إنجيل متى 27:34 خل، والخل ليس الخمر. إنجيل مرقس 15:23 رفض يشرب. إنجيل متى 27:34 شرب. نصدق مين حضرتك؟ وهل الخل والخمر؟ وشرب ولا ما شربش؟ أين وضعوا يسوع؟ وضعوا على صليب ولا شجرة؟ حسب الإنجيل اللي أنت بتقرأ منه. إنجيل مرقس 15:21 على صليب. الرسالة الأولى لبطرس 2:24 شجرة، والشجرة مش صليب حتى باللغة الإنجليزية. صليب يعني كروس، شجرة يعني تري. طيب، كم لص عاير المسيح حسب الإنجيل اللي بتقرأ منه؟ إنجيل متى 27:44 اللصين كانوا بيعيرونه. إنجيل لوقا 23:39 لص واحد كان بيعيره. واحد ولا اثنين؟ كيف مات يهوذا الإسخريوطي حسب الإنجيل ساعات قصتين اللي بتقرأه. إنجيل متى أولا ندم، رد الفلوس، انتحر، الذي اشترى الحقل هو اليهود. أعمال الرسل 1:16 لم يندم، لم يرجع الفلوس، مات موت طبيعي، هو اللي اشترى الحقل. نصدق مين حضرتك؟ صدق مين؟ طيب، من الذي زار القبر حسب الإنجيل؟ نعم اتفضل. من الذي زار القبر حسب الإنجيل اللي بتقرأ منه؟ إنجيل يوحنا 20:1 مريم المجدلية فقط. إنجيل متى 28 المجدلية وأضاف أم يعقوب. إنجيل لوقا 24:10 المجدلية وأم يعقوب وأضاف يونا. إنجيل مرقس 16:8 المجدلية وأم يعقوب وشال يونا ووضع سلومة. مين اللي زار القبر؟ واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة مع اختلاف الأسماء حسب الإنجيل اللي بتقرأ منه. كيف نصدق روايات الصلب والقيامة؟ هل مريم المجدلية قالت للتلاميذ أو لم تقل للتلاميذ حسب الإنجيل اللي بتقرأ منه؟ إنجيل لوقا 24:9 أخبرت التلاميذ. إنجيل مرقس 16:8 لم تخبر. إنجيل مرقس 16:8 لم تخبر التلاميذ. نصدق مين حضرتك؟ انت شو تقول؟ انت من تصدق؟ لا انا هقول لحضرتك. وصل لي انت خبرتني. انا هقول لحضرتك. قول لي هاي المعلومات اللي قصد منها شنو؟ ايوه هقول لحضرتك. سعاده القس توني، اولا انا بشكرك على ادبك وسعه صدرك واحترامك الكبير، لكن الخلاصه هنا موضوع القيامه اساسا لا وجود لها شاهد عام في الكتاب المقدس ولا في التاريخ. اثنين، موضوع لا يوجد قيامه، لا يوجد قيامه. ما فيش دليل ولا دليل تاريخي. ما في حد من المؤرخين في القرن الاول قال ان المصلوب قام. السلطات الرومانيه ما فيش سجلات السلطات. انت خبرت سامح موريس قلت له؟ مين يا فندم؟ خبرت سامح موريس حكيت وياه؟ نعم يا فندم. خبرت سامح موريس؟ خبرت سامح موريس؟ خبرته؟ موريس مين يا فندم؟ موريس مين؟ سامح موريس
مين سامح موريس ده في حضرتك؟ انا بتكلم على الكتاب المقدس، انت بتسالني مالي ومال اسماء خارج الكتاب المقدس. انا بتكلم على الكتاب المقدس. هو سامح موريس ده كان مؤرخ من القرن الاول؟ احنا مالنا ومال سامح موريس وغير سامح موريس؟ احنا بنتكلم على الكتاب لا المقدس. لا ما هو سامح موريس العبد السيد العزيز، اذا تسمح لي هو نابغه في الكتاب المقدس، هو الدكتور صموئيل، ما صموئيل. شوف حضرتك سامح، هم دول ناس نابغه يبحثون بالكتاب المقدس. هو يوسف يا وايضا الاخ يوسف ساعة قصة سامح موريس. شوف، اعمل بحث في الكتاب، اعمل بحث على الانترنت عن وسام عبد الله. انا اتصلت بسامح موريس واتصلت بالدكتور سماوي. من وين؟ انت حضرتك في الانترنت اعمل بحث على وسام عبد الله، انا ابو مريم وسام عبد الله، عشان تعرف مين اللي بيكلمك. انا وسام عبد الله. ايوه انا عبد الله. انت تعرف وسام عبد الله؟ سمعت الاسم ده قبل كده؟ حضرتك وسام عبد الله. سمعت الاسم قبل كده وسام عبد الله؟ حضرتك سمعته؟ وسام عبد الله وين؟ وسام عبد الله شنو وسام عبد الله؟ طيب يا فندم، انا راجل متخصص في هذا المجال وبقالي اكتر من 30 سنه، واتصلت بصمويل واتصلت بسامح موريس واتصلت كمان برئيس الطائفه الانجيليه في مصر. ما في حد ما اتصلتش بيه، كلهم اندريا زكي. عندنا في مصر الطائفه الانجيليه، اسمعني حضرتك، رئيس الطائفه هو اندريا زكي، تمام حضرتك؟ لكن هذه الطائفه فيها 17 مجمع. العبد الفقير اللي بيكلمك الان وسام عبد الله، اتصلت بهم جميعا من اول اندريا زكي لرؤساء المجامع، وممكن اديك اسماء حضرتك. اولا اتصلت باندريا زكي، اتصلت كمان مجمع كنيسه القداسه الاسقف منير حكيم، اتصلت بيه. رئيس المجمع العام لطائفه القداسه اتصلت بيه. رئيس سمير صادق رئيس الكنائس الرسوليه اتصلت بيه. مجمع كنيسه النعمه الدكتور سامي حنا اتصلت بيه. رئيس المجمع الاسقف سمير الشحاته اتصلت. ما في حد ما اتصلش بيه. يا شوف الخلاصه من كده يا استاذ توني، سعاده القس توني، العمليه مش عمليه انا بتصل بمين. انت اساسا ما عندك دليل خارج الكتاب المقدس ولا داخل الكتاب المقدس شاهد عيان لقيامه المسيح. لو كان قيامه المسيح وصلبه قصه حقيقيه، لماذا كل انجيل بيختلف عن الثاني في روايه الصلب والفداء؟ لماذا القصه في اختلافات وتناقضات؟ الاختلافات والتناقضات بتدل لدليل قطعيا. اتفضل استاذ وسام عبد الله حبيبي، ايه تسمح لي حبيبي؟ تحت امرك. انت درست الموضوع، انت بحثت الموضوع وعندك لباقه وبحث من اجل هذا الموضوع. على عيني وراسي كلامك، خليني انا ابحث بالصوره الصحيحه واتمعن بالصوره الصحيحه وابحث الامور بجده. انت جيت وخبرتني واتصلت بي، كل الاحترام والتقدير لشخصك، بس خليني انا كشخص اللي الحق انه ابحث وادور مثل ما انت دونت لي المعلومات، وان شاء الله بنعمه الله ويصير خير. طيب سعاده القس توني، مع احترام لسعادتك يا فندم، اولا انا بشكرك على ادبك، انت راجل مؤدب محترم جدا، بس المشكله انت راعي كنيسه، انت صاحب كنيسه يسوع الناصريه. انا ما بتكلمش واحد من عوام المسيحيين، انا بكلم راعي كنيسه قس، يعني تبحث فيه حضرتك. انا بكلم راعي كنيسه، انا بتكلم على اساس المسيحيه، وان لم يكن المسيح قد باطله كرازتنا وباطل ايضا ايمانكم. طب حضرتك انت بالنسبه، طب الموضوع ده يمكن ما عندكش علم فيه، طب انت عندك علم بالنسبه خاص للكتاب المقدس؟ هل حضرتك دارس الكتاب المقدس؟ نعم. طب دارس؟ لا، قارئ. ايه؟ طيب ممتاز. عندما نتكلم ما يسمى الكتاب المقدس، اي نسخه حضرتك بتتكلم عليها؟ ليه؟ لان موضوع ما نقول الكتاب المقدس معنى ذلك ان هناك كتاب في اتفاق من جميع الطوائف على عدد الاصفار فيه. انت راجل بروتستانتي، انت بتقول الكتاب المقدس 66 صفر. اسمع حضرتك، الكنيسه الكاثوليكيه 73 صفر، الكنيسه الارثوذكسيه الحبشيه 81 صفر، الكنيسه الارثوذكسيه اليونانيه 85 صفر، الترجمه البسيطه
68 صفر. أيهم بقى؟ أيهم الكتاب المقدس؟ أيهم؟ 73 66 68 75 81 أيهم؟ 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 مفيش. طيب النقطة الثانية حضرتك، لو أنت دارس الكتاب المقدس، الكتاب المقدس له 25,000 مخطوطة، تمام؟ هل الأصول موجودة لهذه المخطوطات؟ الأصل يعني أنت بتؤمن اللي كاتب إنجيل متى هو متى، لوقا، مرقس، يوحنا وهكذا. هل هذه الأصول موجودة؟ الإجابة نعم أو لا. شكرا على اللي انت بتحكيه، وربي يحفظك والله يسلمك. طيب وتكون قناة البركة والله يوفقك. طيب شكرا على كل ما قدمته لنا من معلومات، وانت رجل متفضل. واحنا ان شاء الله نعيد بالموضوع بدقة بتفاصيل دقيقة، لكم مثل ما يقول لكم معرفة الكتاب. طيب ساعة القسطنطيني يسمح لي بس بدقيقة واحدة وبعدين انا هقفل معاك. حضرتك لو في امكانيه ممكن اتصل بك يوم تاني يكون عند حضرت، مش مشكله، بس انا عاوز اقول شيء دقيقه واحده مش اكتر، لو سمحت اسمعني. يعني ايه اسمعني؟ من لا اذل السمع، من لا اذل السمع فليسمع كما يقول يسوع. شوف حضرتك، مع احترامي لك يا فندم، انت بتعبد انسان. مين اللي بيقول الكلام ده؟ يسوع نفسه. نعم. انت تعبد انسان. مين اللي بيقول الكلام ده؟ يسوع. انا انسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله. مين اللي بيقول الكلام ده؟ بولس. لأنه يوجد إله واحد بين الله والناس، الإنسان يسوع المسيح. من اللي يقول هذا الكلام؟ بطرس. أيها الرجال الإسرائيليون اسمعوا هذه الأقوال. يسوع الناصري رجل إنسان مقتدر عند الله. يسوع الناصري رجل إنسان قد تبرأ لكم من عند الله بآيات وعجائب. ماذا يقول الكلام ده؟ تلاميذ عمواس المختصة بيسوع الناصري الذي كان إنسانا نبيا مقتدر عند الله والناس. ما الذي يقول الكلام ده ان انت انسان؟ يوحنا لنا شفيع عند الله الاب البار يسوع المسيح. فنصيحه يعني لحضرتك، يعني كما يقول الكتاب المقدس كما وضع للناس ان يموتوا مره ثم بعد ذلك الدينونه. اقرا قبل ما يجي الموت ربنا يديك العمر والصحه، يعني عشان تتاكد ان انت على الحق، لان يوم القيامه يسوع سوف يتبرأ من الذين يعبدونه. هل الكلام ده موجود في المسيحيه؟ ايوه موجود. إنجيل متى 7:21 ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السماوات. كثيرين تقولون لي في ذلك اليوم يا رب يا رب أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا الشياطين وباسمك فعلنا معجزات كثيرة؟ ماذا يقول يسوع يوم القيامة؟ حينئذ أصرح لهم إني لا أعرفكم قط، اذهبوا عني يا فاعلي اسم. شكرا جزيلا يا فندم، ويا ريت تفكر في الكلام اللي بقوله، ومع السلامه يا فندم. عاوز تقول شيء قبل ما السلامة. مع السلامه. كان معنا لواء مباشره الان اول مره نتصل بهذا الشخص القسطنطيني راعي كنيسه يسوع الناصري في العراق. مع تحيات إخوانكم في غرفة الحوار الإسلامي المسيحي. عباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه. إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فما هذا الإله؟ وهل أرضاه ما نالوه منه؟ فبشراهم إذا نالوا رضاه. وإن سخط الذي فعلوه فيه فقوتهم إذا أوهت قواه. وهل بقي الوجود بلا إله سميع يستجيب لمن دعاه؟ وهل خلت الطباق السبع لما ثوى تحت التراب وقد علاه؟ وهل خلت العوالم من إله يدبرها وقد